على طلب من المتابعين اليوم سلسلة جديدة من ماينكرافت وهي رهيبة كلش خرافية حبيتها. عندنا هنا 4 بيوت، بيت الدايموند تي ان تي، الجولد، الاميرالد. هنا اطب بكل بيت القى واحد من القرويين راح ينطيني مهمة اسوي له اياها او يعطيني مكانها جائزة كلش قيمة. فلس جو لا تنسى تعطينا لايك واشتراك. خلينا نبلش بهاي السلسلة الخرافية. اول بيت راح اطب اليه يا بيت خلينا نبلش ببيت الدايموند. وهنا دخلت ولقيت مزة كلش حلوة. شلون شو مزة تخبلين؟ لقيت صندوقين قالت هنا تروح تفتح صندوق وتشوف ايش مكتوب بيه وشنو الطلبات اللي تريدها. وهنا انا افتريت فعلا مثل داباوي على الصناديق ورحت اختاريت هذا الصندوق اللي مثل تشوفون امامكم. اريد اشوف شنو تطلب من عندي وفعلا فتحت الطلب مالتها وهنا كاتبت لي شغلات تريد من عندي. الريش مال بيض او العفو ريش مال الدجاج ملون بالاضافه الى ستاك الخشب مال شو يسموها شجرة البندق. وهنا أنا أنطتني أسلحة خرافية، قالت لي هاي هدية بداية المهمة ما دام أنت أول واحد اختاريتني. أعطتني سيف أسطوري سرير بالإضافة إلى أكس أعتقد كلش اسطوري. وهنا بلشنا بالمهمه على بركه الله. لا تنطونا اخوان مثل ما تشوفون امامكم. اول ما لقيت كريبر ضربه واحده فلشت واو خرافي هذا السيف الاسطوري. هنا أنا كملت المهمه صعدت فوق لقيت اول دجاجه هاي السوداء، هاي الدجاجه الجوزيه. هنا أنا سوداء طبعا رادت ريش ملون مثل ما تشوفون. هذا بيضه هنا أنا صفرة سوداء مثل ما تشوفون امامكم. هنا راح اجمع لها يبقى عندي مثل ما تشوفون هاي جوزيه خرافه. هذا الدجاج الخرافي هم زين لقيتهم صح مسافه كلش بعيده بس ما يخالف. هنا أنا هاي مال عسل خليه مال نحل عفو. وهنا أنا البيكوكس الاسطوري. شوف الشجر ضربه واحده يوقع الشجر. باعوا اعزائي المشاهدين خرافي خرافي بصراحه خرافي كلش خرافي. هذا الاكس مثل ما تشوف اكس لو كاكس هو ما اعرف حقيقه اسم الغرام. المهم تشوفون هذا السيف كتلت هذه الدجاجات. بعدين رادت من عندي صوف مع الخروف ايضا اي نوعيه كتلت لها. هنا كملنا الضرب فلشناه شو اسمه هذا الشجر مال البندق. رادت هاي النوعيه وبشرط انه هو ما محلل. فلس جو جماعه راح نخلص اول مهمه ومتحمس كلش اشوف شنو الهديه مالتها. واو خرافي. خلي اشوف اذا هي بالبدايه انطتني ذن الشغلات بس مجرد استفتاح لان بلشت لها بالمهمه. فكيف ما اتخيل الهديه اللي راح تنطيني اياها بعد ما اكمل لها هاي المهمه. لازم اجمع لها ستاك من هذا الخشب الغير محلل خشب البندق. وهذا دجاج ويانا ايضا ناخذ لها الملون. وهنا دخلت عليها هلا شلون شو اخبارك حبيبتي. هنا أنا جبت السرير وقلت لها هاي الهديه مالتك اخذي من عندي هذا البندق الشجر بالاضافه الى 35 و4 سلايم. هاي اللي ردتي من عندي. يلا اعطيني شنو الهديه. قالت روح للصندوق ذاك الثاني وراح تشوف شنو هديتك. فعلا فتحت الصندوق واو خرافي. دروع دايموند خرافيه وجنطه دروع واثنين عمله نقديه خرافيه. واو يا اصدقاء هاي كلش كريمه كلش رهيبه. يعني بعدنا بالبدايه وحصلنا هاي الجوائز الاسطوريه الخرافيه. وهنا أنا خلي ننتقل الى بيت التي ان تي نشوف شنو راح يطلب من عندنا او شنو ينطينا هدايا بالمقابل. بس شوفوا شكل الاسطوري الخرافي. بعدنا بدايه هاي المهمه. اذا تردون استمر بهاي السلسله اكتبوا لي بالتعليقات. وهنا دخلنا الى بيت تي ان تي. شلونك يعني لا تفجر علينا احنا نحبك ترى. شنو تريد من عندي انا انفذ لك بس بالمقابل نعطيني هدايا كلش حلوه. دلل حبيبي. وهنا أنا رحت لصندوق شفت الطلبات مالته. يريد من عندي جليد بقر ملون ويريد من عندي ساند ستون او العفو مال اللي يسوي بيكنج باودر عمود يسوي تي ان تي. بالبدايه لزمنا هذا البقر مثل ما تشوفون الملون بس مبقع وبالاضافه ابيض حلو. لازم نجيب له ملون. يريد من عندنا حتى على مود يسوي تي ان تي. مثل ما تشوفون هاي بقره سوداء هاي بقره بيضاء وهذا ابنها بقرها صفراء. واو خرافي البقر كلش لونه حلو كلش لونه خرافي مثل تشوفون امامكم. ويريد من عندي هذا ايضا اجمع له اياه الستون مثل ما تشوفون امامكم على مود يسوي يسوي من عده البيكنج باودر المطحون. بعدين هنا قال لي روح اقتل لي ذولا الزومبي. ايضا اخذ من عندهم الخشم الذهبي. يردون من عنده خشم ذهبي ما اعرف شنو يشتغل. بالمهم احنا ننفذ وعلينا ناخذ الهدايا. طبعا مشيت مسافه كلش بعيده حتى اوصل لهاي المنطقه. ويس بالاضافه ايضا راد من عندي سلايم. رحت لهاي الجزيره مال سلايم الفوق كسرنا له بعض السلايم عفوا جزيره السلايم البلو جيرس مثل ما تشوفون امامكم سلايم يعني الحجر مال سلايم مثل ما تشوفوا بعض ايضا كم بلوكه مال سلايم راد من عندي. وصلنا له قلنا حبيبي هاي شغلاتك. وعندنا من عندنا طوبه سلايم هديه. وهذا الخشم الذهبي اللي ريته مال الزومبي هذا النادر جبت لك اياه انطيني هديه. واو اعطاني همر دايموند همر ما اعرف شنو هو. وايضا بالاضافه اعطاني بعض الشغلات الرهيبه.
بعدها راح نتحول الى البيت اللي بعد الاميرالد. نشوف شنو الهديه او شنو اللي يريد منه. اول شيء يطلب من عندنا، يقول له روح البيت الجولد وتزوج، او اطلب البنيه اللي موجوده تزوجها بنتي. طبعا هذا الحج يريدنا نتزوج بنته مثل ما تشوفون، وهاي بنته الصاكه كلش حلوه، لكن عندها طلبات، قالت تروح تقتل لي كم زومبي، بالاضافه الى تجيب لي حلقه وشغلات هي رادتها من عندنا. بالبدايه هذول الزومبي اللي يهجمون عليها قتلناهم مثل ما تشوفون بهذا سيف النار الخرافي، وكلش موتناهم تموت مثل ما تشوفون امامكم. اجى الليل اريد بس افلت حتى يجي الصبح. رحت يم ابو تي انتي، قلت له اخويا اليوم ضيفني يمك فد واروح لك. المشكله ابو تي انتي ما ينام يمه. رحت تمشيت، اجى الصبح هنا أنا قررت هنا أنا اشتري ملابس مثل تشوفون امامكم. لبست لها هذا الزي اللي تريده اللي هو مال ديد بول، بالاضافه الى سوبرمان وجبت لها الحلقه وكشخت لها كشخه كلش حلوه. اذا رفضتني ما راح تتم المهمه، واذا قبلت بي الزواج راح تتم المهمه واحصل الجائزه الاسطوريه. مثل ما تشوفون على جيتها على بنت الجولد هاي الحلوه، قلت لها السلام عليكم تتزوجيني؟ بالبدايه قالت لا، دايره وجهها زين. باع يوم عود يوم الغيره اعطيتها جفت هديه، باوعت عليها قالت لي شكرا. قلت لها هاي الحلقه تزوجيني؟ كانت تقول لي انا موافقه، وفعلا تزوجنا وتمت المهمه. تشوفون امامكم يس، وهنا قمنا نقمز ورقص. اذا تريد حلقه ثانيه اكتب لي بالتعليقات.